رجال المبيعات التابعين لأحد المؤسسات بيع الكتب بيقول إن هو كان شاطر في مجاله وكان خبير في مجاله كمان. كان بيعرف معلومات عن العملاء وكان يدرسها قوي، بيشوف هما بيحبوا ايه، طبيعة عملهم عاملة ازاي، هواياتهم ايه، عشان لما يجي يبيع لهم الكتب يبقى محنك في بيع الكتاب ويجيب مبيعات اكتر. فضل على هذا الحال لمدة كبيرة من الزمن، لحد ما في مرة من المرات ابتدت المبيعات تقل، وابتدى رصيده يقل، وابتدت فلوسه تقل. فابتدى يضاعف مجهوده ويبذل مجهود أكبر، ولكن بلا فائدة. فضل على هذا الحال لدرجة إنه ابتدى إن هو ييأس، وابتدى إن هو يخاف يقابل العملاء، وابتدت فلوسه تقل. وطبعا زوجته وعياله ابتدوا إن هم يقولوا له إحنا محتاجين مصاريف، وابتدى يتداين، وحياته بقت تعيسة. في يوم من الليالي